يسأل أبو أيمن عن تفسير قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أبا أيمن، هذه الآية ذكرت في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولا يغرى فقد افترى إثما عظيما. والمقصود بأن هذه الآية تفيد بأن أعظم الذنوب الشرك، لأن الله لا يغفره. أما باقي الذنوب فهي تحت مشيئة الله، باقي الكبائر كلها تحت مشيئة الله. أما الشرك به جل وعلا فالله تعالى لا يغفره أبدا، وهذا أمر يخوف الإنسان، يخوفه كثيرا ويجعله يحذر من الشرك ومن مداخل الشرك وأبواب الشرك ووسائل الشرك، ولا يستهين بهذا. إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله وهو من هو أبو الأنبياء، اللي قال الله جل وعلا: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. كان يقول: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا إله إلا الله، هو على الإيمان والتوحيد والصراط والاستمساك، ومع ذلك يقول: رب جنبني وبني أن نعبد. حتى قال إبراهيم التيمي من أئمة السلف، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي الآن يأمن بعد؟ إذا كان إبراهيم يخاف من الشرك، من الذي يأمن بعد ذلك؟ ولأجل هذا ينبغي أن يتعلم ويتفقه وأن يعرف الشرك لا لشيء إلا ليجتنبه حتى يكون توحيده وإيمانه صافيا بإذن الله. يسأل أبو أيمن عن تفسير قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أبا أيمن، هذه الآية ذكرت في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.